أعزائنا المشاهدين، صباح الخير أو مساء الخير في الوقت اللي انت تتابعنا فيه على حسب المنطقة بتاعتكم. طيب حبايبنا الغاليين، حبيت بس نثبت لكم ان احنا يعني الحمد لله كقناة يعني مشتقة بجمهور الأهلي، ان القناة دي هي نجحت بإذن الله يعني. طبعا ده بعد مجهودكم وضغط لللايكات والبحث بتاع الفيديو ابتدى كده بيظهر عند عدد كبير. بذلك دخل واحد، يعني مش واحد، هو كذا واحد، تمام، دول تابعين يعني الجمهور الزمالك او الحسابات اللي انتم فاهمينها. طبعا دخل يغلط فيا وغلط في نادي الاهلي وفي اللي متابعين نادي الاهلي ومشجعين نادي الاهلي بألفاظ. والله 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 اقسم بالله يعني الواحد يستحي انه يعرض التعليقات يعني. بس ده مش جديد عليهم طبعا، عشان خاطر يعني دي مهنتهم، تمام. فطبعا يا جماعة يعني دي مهنتهم. إذا كان يعني رئيس النادي بتاعهم أبي يغلط بألفاظ يعني وبتاع يعني، طب أنا هنعرض لك فيديو دلوقتي، تمام، وبعد الفيديو نكملوا الحديث بتاعنا. شاهد معي الفيديو اللي جاي ده. لسانك بيسبق تفكيرك. ليه؟ لا يعني لا علشان كده بتستعمل الفاظ وعبارات يا بنت ايه، هتمك اقصى حاجه انه هتمك، هضربك بالجزمه، ودي عبارات. امال مايا دياب تبقى ايه؟ هلا شو جاب مايا دياب على موضوعنا؟ عشان شفتها عندي في حلقه قبل كده. بس شو خصها محتاجه راجل بموضوعنا؟ يشكمها كويس، محتاج حد يشكمها. طايحه في لبنان ومصر، محتاج حد يشكمها. هي بس؟ ده وكتير. ده انا بشوف مذيعه مش عارف اسمها سالي ولا ساميه ولا ساميه ولا ما اعرفش، كانت راجل وبقت ست. قالت لك انا استفزتكم السنه اللي فاتت، طب شوف بقى السنه الجايه. شوفي، انا شاكك في كام واحده كده كانوا رجاله وعملوا عمليات معاهم ستات اللي هم بيتنططوا لي اليومين دول. والله العظيم انا شاكك. اصل دلوقتي كل حاجه بتتعمل، النفخ والشفط والمش عارف ايه، كل حاجه بتتعمل. فانا شاكك في كام واحده منهم مايا دياب، شاكك فيهم. بالله عليكم، يعني هل ده ألفاظ يقولها واحد رئيس نادي زمالك؟ يعني هل انت متصور يعني الألفاظ؟ والله العظيم ثلاثة ألفاظ همجية يعني، مع انه مش البعض، يعني في جزء برضو من جمهور الزمالك، تمام، يعني عادي مش لادد عليهم الألفاظ دي، لكن التلتين لادد عليهم المواقف دي، يعني ان هم جماعة منحرطين منحلين. استغفر الله العظيم واتوب اليه. والله العظيم يعني كل حاجة هم اصلا يفهموها غلط. يعني انت لو تلاحظ، تمام، طب انا هنعرض لك فيديو دلوقتي، يعني مدته بالضبط حوالي 10 ثواني او 12 ثانية، تمام. هو يعني يا جماعة، هو طبعا ده الفيديو ده كان دعاية لشركة نسكافيه، تمام، يعني دايبه المنطقة اللي هي عارضة عليها يعني كإعلانات ممولة والحسب اللي انتم فاهمينها دي. فكانت المنطقة دي هي منطقة الزمالك، تمام، زي المعادي زي مدينة نصر كده يعني. فطبعا هم دخلوا فهموا الموضوع غلط، تمام. شاهد معايا الفيديو بس، هيظهر قدامك على الشاشة حاليا. اصحي يا زمالك، منطقتك ليها مكان جوه قلبك، فعملنا لك ليها مكان على الساشيه. اشتري ساشيه منطقتك، اصحى وصحي منطقتك مع نسكافيه كلاسيك. طيب تمام. الفيديو ده يعني يا اخويا يا جماعة، طبعا الظهور بتاع الفيديو ده، طبعا هو الفيديو ممثل منطقة الزمالك. الزملكاوية افتكروا ان الفيديو ده اعلان دعاية لنادي الزمالك. والله استغفر الله العظيم واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كل هذا هم واخدينها دعاية. والله دخلت انا لقيت الفيديو اعلان ظاهر كده، اعلان ممول، دخلت فابص كده اللي لقيت التعليقات كلها، تمام، انا هنشرب المشروب ده هويتي عشان خاطر نادي الزمالك. انا مش عارف، فهموا الموضوع غلط. وهو اصلا والله يا اخواننا ما يتكلم على نادي الزمالك، ده يتكلم على منطقة الزمالك زي المهندسين، المعادي، مدينة نصر. يعني الشعب ما فيش مخ خالص اصلا عنده نادي من اوله الى اخره. استغفر الله العظيم والله العظيم. داخلين عندي يشتموا عندي في التعليقات، بس الحمد لله طبعا التعليقات دي يا جماعة ما تظهرش لي. السبب اننا عاملين لها فلترة طبعا عشان خاطر الفاظ بذيئة والفاظ اهانة والفاظ غلط، فتتحول على المراجعة. طبعا عندي انا ما يتم رفضها، عمرها ما هتتعرض يعني. فمهما انت قلت او مهما عملت فيعني ما خلاص يا جماعة. طبعا ما هو فيها كده لايك عشان خاطر الفيديو ده هويتي يزيد على الاقبال، وخليهم يسبوا براحتهم يعني، مش هتفرق معانا احنا. استغفر الله العظيم.